ما هي الرأسمالية؟ رفاهية بلا نهاية، ملكية خاصة، تجارة حرة، والبقاء للأفضل. الكثيرون يعتبرونها حيوانا مفترسا. الربح هو بالفعل محرك الاقتصاد، والمصلحة الخاصة محفز قوي لتوفير الرفاهية. هذا ما يقوله الاقتصادي آدم سميث. حين يسعى كل شخص من جانبه تعم الفائدة. الربح كان مركزيا بالنسبة للفيلسوف الألماني كارل ماركس أيضا، فقد زعم أن رأس المال يتكاثر باستمرار وسيفيد في النهاية صاحب المصنع. ومن أجل تحقيق قيمة مضافة يقوم الرأسماليون باستغلال كل شيء: العمال والآلات والمواد الخام. وبناء على نظرية ماركس فإن القيمة المضافة ستطرح في الأسواق حين يباع المنتج. العرض والطلب هما ما يحددان السعر، وبذلك تشتعل المنافسة. الكاسب هو من يملك المصنع، أرباح متزايدة وإنتاج مستمر، أما الباقون فيخرجون خالي الوفاض. هكذا رأي ماركس في الرأسمالية المبكرة وغير المقيدة. ورغم كل الانتقادات استمرت الرأسمالية في كل دول العالم تقريبا. هناك جوانب سيئة لذلك، فثمة منافسون يفلسون، وعمال يحصلون على القليل، ولا فائدة تذكر من القيمة المضافة، وهذا كله جزء من النظام. أجور متدنية ولا مساواة وفقر وتدمير البيئة وأزمات مالية واحتكار، كل ذلك يتكرر باستمرار. الرأسمالية المتوحشة قابلة اليوم للإصلاح، القوانين واللوائح تكبلها، لكنها تفلت منها بين الحين والآخر.